يعني حتة مدير ملوش أي 30 لازمة، قاعد على الكرسي ما بيعملش حاجة، عمال يأمر ويشخط ويتحكم فينا التحكمات دي. عشان ايه يعني ده كله؟ عشان خاطر الكام مرطشة اللي بدهم لنا آخر الشهر. هما يعملوا ايه اليومين دول يعني؟ بيضحك عليكم ويستغلكم، وانتوا شوية موظفين جبنة ما عندكمش كرامة. حماسة، المدير عاوزك في المكتب بتاعه دلوقتي. يا سواد الحلال. عمنا وعم العالم كله واحسن مدير فيك يا مجرة. في يا عم حماسة، سامع ان انت عامل قلق بره. هو احنا مش هنخلص من القصة دي ولا ايه؟ هو معقول حد يقدر يعمل قلق برضه وانت موجودة سيطرة؟ امال في ايه يا حماسة؟ صوتك جايب لاخر الشركة، في ايه؟ ده العيال ولاد الجزم، ما العيال ولاد الجزمة دول يا مدير قال ايه؟ مش عاجبهم وعاوزين زيادة في المرتب. قاعد معاهم مدير من ساعتها عمال اهديهم واقول لهم ما ينفعش كده، ده عمال ده ما تبقاش كده، ده احنا شغالين مع مدير احسن مدير فيك يا مجرة. وعمال اقول لهم هي الظروف لو تسمح مش هيبخل علينا بحاجة، ده المدير بتاعنا ده ابو النزاهة، هو في حد زيه؟ انت كذاب يا حماسة، بس برضه مع ذلك انا مبسوط منك عشان بتعرف تطبل حلو. لا مدير ما تقلقش، ده انا عجبك خالص. برافو يا حماسة. عارف انت من مميزات الموظف الناجح انه يكون بيعرف يطبل كويس. لا ده حكم انا في التطبيل ما حصلش. انا بقى عاوز التطبيل الحلو ده قدام الموظفين. ايوه بس بس ايه بس؟ ايوه يعني يعني ايه بقى؟ اصل يعني الزملاء عارفين يعني انني صاحب مبدأ كده ويعني. لا، ما انت اوريدي هتبقى صاحب موقف. ايوه بس موقف عن موقف يفرق برضه يا مدير. مش انت دايما بتقول ان انت القدوة بتاعتهم وهم بيعتبروك مثل اعلى؟ ايوه عشان انا على طول معترض، وعشان بعرف اعبر عن اللي هم مش عارفين يقولوا ولا يعبروا عنه. طب ولو قلت لك اني هزودك 500 جنيه؟ لا والنبي ما تخجليش من الناحية ده يا مدير. 1000 جنيه؟ ابوس ايدك مش مستحمل. اقول لك مش خسارة فيك 1200 جنيه؟ لا يا مدير، لا ما اقدرش، ده برضه زمايلي واكلين عيش وملح مع بعض. 1500 جنيه؟ ابوس ايدك ما تضغطش عليا اكتر من كده. اقول لك نخليهم 1700؟ لا يمكن، انا بيع مبادئ واخلاقي حتى لو ب2000 جنيه، مش انا يا مدير. اتفقنا. 2000 جنيه. احلى مسا عليك يا مدير. عم حماسة، طمنا، ايه الاخبار؟ اخبار او اهرام ايه؟ ما تركز في شغلك يا حبيبي، وحل الام المرتب اللي انت بتاخده. ولك مني يعني المدير بتاعنا الطيب وغلبان فهتستهفئوه. ده انتوا لو في شركة تانية ولا مع مدير تاني جرفتكوا من اول يوم. موظفين ما عندهمش بربع جنيه ضمير. خلص يا عم انت وهو، كل واحد يبص قدامه ويشتغل. ده كونيلا ملاته البلد.